على وجه التحديد. نبتدي ناخد حضرتك كمثال. بتتصرف ازاي في حياتك اليومية العادية؟ والله في الحقيقة هي الظروف اللي علينا كلنا تقريبا، المصريين أو المصريين كلهم تقريبا اجتماعيا أو المستوى الاقتصادي قريبين من بعض جدا، يعني كل المصريين النهاردة طبقة وسط، فاللي علينا على الكل. فالظروف الاقتصادية صعبة جدا. مش هنقول إن مش عايز أظلم حكومة ونقول إن الحكومة هي اللي عملتها، لأن لا، ده تراكم من سنين كتير قوي، ما ينفعش ان احنا نزود عليه. يعني هي سياسة الدولة في الفترة الأخيرة ان احنا ما ينفعش نزود ديوننا، يعني هي الدولة بتحاول ان هي تقلل من زيادة الدين. احنا بنحاول كلنا، تقريبا معظم البيوت بتحاول انها تتعايش مع الوضع القائم. أثر عليك ازاي؟ هو اكيد اثر عليا في الكهرباء لما بتزيد، اثر عليا في الغاز لما بيزيد، اثر عليا في كل حاجة لما بتزيد. ما انا فرد من افراد المجتمع، بس انا وجهة نظري في ان انا لما اتعب شويه وابني او احفادي، اولادي واحفادي ما يتعبوش، اعتقد ده افضل كتير جدا من ان انا اعيش الكام سنه بتوعي في حاله من الرغد، واولادي بعد كده ولادي ما يلاقوش، او بلدهم تروح منهم فين يعني. فلازم كلنا نستحمل، يعني هو احنا بنحاول شويه. يمكن الوضع صعب شويه زياده، يمكن احنا وصلنا لمرحله احنا فعلا في حرب حقيقيه. ايام حرب 73 وحرب الاستنزاف كان الناس بتقرب بعضها قوي، ووصلنا لحد اربط الحزام على بطنك عشان من كل حاجه وعشان الجوع، وكانت الناس قريبه جدا من بعض، لدرجه ان حتى في بعض الاقاويل بتقول ان حتى الحراميه اللي في الشارع بطلوا يسرقوا. يعني الناس حاسه ببعضها قوي يعني. فاحنا اليومين دول ساعتها كان العدو معروف يعني. انما الوقت اللي يبقى العدو فيه مش معروف ده اخطر كتير جدا 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 جدا، وهو ده اللي احنا بنعيشه دلوقتي يعني. فان شاء الله باذن الله بكره احسن يعني. دايما نبص لنص الكوبايه المليان مش نص الكوبايه الفاضي. فنص الكوبايه المليان ان في طرق بتتعمل، ان في اراضي زراعيه، ان في مشاريع اقتصاديه، ان في محور قناه السويس، ان في حاجات كتير جدا جدا لو صبرنا عليها ان شاء الله بكره احسن ان شاء الله باذن الله. بالتاكيد انت بتحاول، يعني في مجموعه من الشباب دلوقتي بيحاولوا ان هم يعملوا افكار جديده عشان يتعايشوا مع الواقع. يعني احنا قرينا على المواقع الاجتماعيه على الفيسبوك ان في مجموعه ان في شيخ وامام مسجد مثلا عمل لابنه اوضه النوم من الطوب وبعدين غلفها بالسيراميك. يعني في افكار، مجموعه افكار، في مجموعه افكار ان في بنات بتحاول ان هي تستغنى عن النيش بانها تعمل برواز صغير. ايه رايك في افكار الشباب الجديده دي؟ والله هو ده حقيقة ده شيء كويس جدا 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 ان احنا نحس ببعض يعني. ففعلا الناس ابتدت تتفهم ده كويس. ابتدى حكاية الشبكة ده على فكرة بقت من الزمن الجميل يعني. ما بقاش حد بيفكر فيها. انا قابلت مجموعة من البنات احنا بنكتفي بخاتم، بنكتفي بحاجات بسيطة. لا ما حدش حاجات رمزية. محدش بيفكر في الموضوع ده خالص يعني. يمكن حتى اللي بيفكر دايما، هي كان زمان اللي بيفكر بيحسبها على ان تبقى تأمين لبنته يعني. ابتدى زي ما حضرتك بتقولي كده، ان انا شفت ناس فعلا عاملة العزال او الجهاز بتاعها، السرير بانيين وعاملين ومغلفينه، الدولاب بين العمودين بتوع اوضه النوم بيروح جاي مقفل بين العمودين وعامل الدولاب. دولاب في الحيطه. دولاب في الحيطه. حاجات كتير، افكار جميله جميله يعني. الشاعر الاستاذ عبد النبي رمضان، احنا سعدنا جدا بالقعده مع حضرتك. شكرا ليك. شكرا لحضرتك ولكل مستمعي اذاعه الشباب والرياضه. شكرا. عيشها كده مع سحر عبد الرحمن. ايوه باين على وشك النضعف واحن، صوتك في وداني وبيرن يا لطيف. على وجه التحديد. نبتدي ناخد حضرتك كمثال. بتتصرف ازاي في حياتك اليوميه؟